عمرك سالت نفسك هو في فرق ما بين الهورس باور الصيني والهورس باور الالماني؟ يعني لو عندنا عربيه صيني 190 حصان، هل هناخد منها نفس الاداء اللي بناخده من عربيه الماني بتطلع برضو نفس ال 190 حصان؟ سؤال حلو. ايه الموضوع؟ خلود هيقول لك. الفيديو ده سبونسرد باي بروفيكار، زيوت المانيه موتورك يحبها. قبل ما نشوف المصانع بتكذب ولا لا وهناخد نفس الاداء ولا لا، لازم افهمك صديقي الخلود وصديقتي الخلوده ايه الفرق ما بين البريك هورس باور بي اتش بي والويل هورس باور دبليو اتش بي. تقول لي يا خلود ايه اللي انت بتقوله ده الدبليو اتش سي ده؟ انت صح، انا زودتها. انا حاسس ان احنا كده دخلنا في حاجات اوفر، بس احنا بنحب العربيات. فواحده واحده كده هقول لك. وقبل ما نكمل لازم افكرك ان الفيديو ده ممكن تشوفه قبل اي حد على ابلكيشن عرب جي تي، وما تنساش للعالميه باسم العرب مع عرب جي تي. بص بقى، البريك هورس باور وهو القدره الحصانيه الفعليه اللي بنطلعها من الموتور. تقول لي يعني الثانيه بنطلعها من الجير بوكس؟ يعني بغض النظر عن التريقه، بس الجير بوكس داخل في الموضوع. هفهمك. المهندسين في المصانع بعد ما يخلصوا تصميم الموتور ويصنعوه يجيبوه كده بقى ويلففوه، ونشوف الطاقه الحركيه اللي طالعه من الكرانك شافت او عمود الكرانك. تقول لي ايه ده يا خلود؟ اقول لك ده زي العمود الفقري كده للموتور، اهم قطعه بتلف، ونقيس الطاقه الحركيه فيه ونشوف القدره اللي طالعه منه ونقيسها بالحصان الهورس باور. وفي الحاله دي بنسميه بريك هورس باور او بي اتش بي، وهو القدره الحصانيه الفعليه اللي طالعه من الموتور بدون اي تاثيرات خارجيه. وحرفيا سواء الموتور ده اتحط على كيا بيكانتو او اتحط على دوج رام، في الحالتين البي اتش بي واحد، لانه ما تاثرش، لانه بيتقاس قبل ما الموتور يتحط على العربيه اصلا. انما بقى بعد ما ناخد الموتور ده ونركبه جوه العربيه ونوصله بالجير بوكس، والجير بوكس يوصل الحركه للكوبلين الداخلي، والكوبلين الداخلي يسلم على الكوبلين الخارجي، والكوبلين الخارجي يروح للجنط والكاوتش، والطاقه الحركيه تمر بكل الاجزاء دي، بنوصل للعجل وناخد حاجه اسمها ويل هورس باور دبليو اتش بي. وده بنقيسه عن طريق الغرفه الجميله المحببه لكل الشباب. تلاقي العربيه بتدخل كده تتكتف من قدام، عجل اللي ورا يلف على الرمايه كده لو هي دفع خلفي، وواحد يقعد جوه العربيه ونقعد نحرق في بنزين ونلفف العجل ونقيس بتطلع كام هورس باور. تقول لي خلود انت غلطان، لان ببساطه العجل ده بيلف بسبب الموتور، ولو الموتور بيطلع 190 حصان فالعجل هو كمان هيبقى عليه قدره 190 حصان، لان في قانون في الفيزياء بيقول لك الطاقه لا تفنى ولا تستحدث من عدم. هتروح فين يعني؟ كان نفسي اقول لك زنقتني والله، بس هي بتفنى. وهنا بيبقى عندنا فقد في الطاقه، lost of energy، بيروح جوه الجير بوكس والكوبلين الداخلي والكوبلين الخارجي على هيئه طاقه حراريه. الجير بوكس بيسخن وبيحصل فايبريشن وبيحصل صوت. كل دي صور للطاقه المفقوده خلال عمليه نقل الحركه ما بين الموتور للعجل. وما تتفاجئش لو قلنا ان ادخن تخين واحسن صانع للسيارات لو بيطلع 190 حصان، فحرفيا هيوصل العجل منهم 160 170 ماكسيمم، وممكن 150 حصان كمان. تقول لي فقدنا 40 حصان، اقول لك واكتر. وهنا اقدر اجاوبك على السؤال، هل هاخد نفس الاداء ما بين عربيه صيني وعربيه الماني بيطلعوا نفس البي اتش بي؟ في الغالب اللي هيوصل العجل في العربيه الالماني اكتر شويه حلوين من العربيه الصيني، وده لان الصانع الالماني خبره في انه يقلل فقد الطاقه. بس على الاقل